السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ده الاختبار رقم 4. يلا بينا سريعا زي كل اختبار. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال ده أصلا كان في واحد شبهه بالظبط في الاختبار اللي فات أو اللي قبليه تقريبا، في اختبار رقم 1 نفس الفكرة. بيقول لي في الدائرة الكهربية بالشكل المقابل أي الاختيارات الآتية يعبر بطريقة صحيحة عن قراءتي V1 و V2 عند زيادة R2. لما ازود ديت يا مستر المقاومة المكافئة للدايرة هتزيد، التيار الكلي هيقل. طب الفولتميتر واحد متوصل على بطارية جنبها مقاومة، يعني قراءته هتبقى في، الفي بتاعته هتساوي في باتري ناقص الاي في الار الكبير. لما انا قلت ان التيار ده هيقل يبقى ده هيزيد عشان العلاقة عكسية بسبب السالب اللي في النص. طيب يبقى في واحد تزداد، في واحد مش هتقل. طب انا ليه بقولك ده شبه السؤال اللي حلناه من شوية؟ ان في اتنين متوصلة ما بين نفس النقطتين. بص ده سلك فاضي، يعني لو دي اسمها اكس دي اسمها اكس، وده سلك فاضي تاني يعني لو دي اسمها واي دي اسمها واي. فهما الاتنين متوصلين ما بين نفس النقطتين، او لو انت خدته كده من بره هتلاقيه برضو متركب على نفس الحاجات. ده اللي هو في 2 اللي متركب على نفس الحاجات اللي متركب عليها في 1، فهتبقى قراءته تزداد هي كمان. او طبعا تعمل بقى بالطريقه الشهيره بتاعتنا ان انت تجرب تعمل في 2، هتلاقي اي في ار والار ديت زادت والاي قلت، فهتلاقي متغيرين فهتضطر توديه الناحيه التانيه، فهتلاقي نفس الموضوع برضو ان هي تزداد. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. السؤال اللي بعد كده بيقول لي سلك قطر مقطعه، بص قال لي قطر، تركز هو قال لك قطر ولا نص قطر؟ يبقى كده 2 ار 4 سم وطوله، ماشي ده ال، قال لي 5 متر، مصنوع من النحاس، له مقاومة نوعية كذا. ده تعويض مباشر ده يا مستر. هتقول رو اي في ال على باي ار تكعيب، تربيع يا رب، مش تكعيب معلش. يبقى الرو اي 1.72 في 10 اس سالب 8 في ال اللي هي ب 5 متر مش هنحولها، على باي في الار. الار بكام؟ الاثنين ار ب 4 سم، يبقى الار الواحده نص القطر ب 2 سم. يبقى انت هتقول 2 في 10 اس سالب 2 الكل تربيع. تطلع معاك المقاومه بتاعته الاختيار الف في 10 أس سالب 5. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال اللي بعديه، لديك ثلاث مقاومات مختلفة 4 و8 و12، أي الدوائر التالية تكون المقاومة المكافئة لها تساوي 11؟ أولا ألف غلط، لأن أنت دي مجموعة مقاومات هتتجمع على ديت فهتبقى أكبر من ال 11. هنا هتبقى أصغر من الأربعة عشان أصغر من أصغر مقاومة فغلط. آم، هنا برضو غلط عشان أصغر من الأربعة، هي هتبقى جيب من غير ما نحسب أصلا. طيب صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بيقول لي في الدائرة الكهربية بالشكل المقابل تكون شدة التيار المار في المقاومة R3. السؤال ده جه تقريبا قبل كده. هتعمل عادي المسارات بتاعتك التقليدية، تعمل تلات المعادلات، I1 زائد I2 ناقص I3 بيساوي صفر. بعد كده المسار دوت سميه مسار واحد وده مسار اتنين. هناخد مسار واحد الأول، سيجما في باتري بتساوي سيجما اي ار. البطارية بتزق لفوق وأنا بلف معاها، يبقى أحطها بالموجب. I1 ماشي في مقاومة ب10، يبقى 10 I1 بالموجب برضه عشان احنا ماشيين في نفس اتجاهه. بعد كده زائد 40 اي 3، هنا زائد صفر من اي 2 عشان مفيش اي 2 في الفرع دوت. تحت في الاخر هنا في 20، بعد كده 20 اي 2 عشان احنا ماشيين في نفس اتجاهها، زائد 40 اي 3، هنا صفر اي 1. هتدخل الثلاث معادلات على الآلة، هتدوس مود اي كيو ان اللي هي بتبقى 5 في معظم الآلات، اي كيو ان اللي هي ايكويشن، وبعد كده بتخش على المعادلة رقم 2 اللي هي اي ان اكس زائد بي ان واي زائد سي ان زد بتساوي دي ان، وتبتدي تدخل المعاملات. طيب هو نفس السؤال واخده بالنص اصلا، كان موجود في امتحان قبل كده. ده اي واحد
طيب يا شباب، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال اللي فات ده المايك فصل فيه والصوت ما سجلش. ده سؤال تقليدي عادي جدا، تعويض مباشر، نحسب كثافة الفيض في السلك المستقيم. بس الفرق انه بدل ما يديني التيار على طول مباشر، اداني الجهد والمقاومة زي ما كنا بنقول دايما. يعني سؤال برضو يعتبر تقليدي. قسمت الجهد على المقاومة، جبت التيار، خدت عوضت بيه في القانون، طلعت معايا على طول. الفكرة بس ان هو مش كاتب 3 سم ولا 3 متر. بس لو عوضت ب 3 متر مش هتطلع معاك صح. لازم تعوض ب 3 سم، هتطلع معاك ب 10 سالب 5. لو عوضت بالمتر هتطلع 10 سالب 7، و10 سالب 7 مش في الاختيارات. بعد كده تطبق القاعدة عادي، هتلاقيه خارج من الصفحة عادي جدا. يعني سؤال تقليدي جدا وبسيط جدا. طيب، السؤال بقى اللي بعد كده. السؤال ده برضو يعني موجود في الكتاب عادي، وانت ممكن تستنتجه على طول لوحدك. بيقول من الشكل عند نثر برادة حديد حول السلكين، فايه الاشكال التالية توضح شكل برادة الحديد؟ اولا السلكين في نفس الاتجاه، يبقى القوة ما بينهم قوة تجاذب، زي الاختيار الف كده، قوة تجاذب. وفي النص ما بينهم منطقة طرح، فبالتالي المجال في النص، بص تحس ان هو فاضي، مفيش مجال هنا في النص. طيب هنا العكس، بص عامل لي تنافر، وعامل لي ان السلكين اصلا طايرينهم واحد للخارج واحد للداخل عكس بعض، وهم كانوا مع بعض، وجايب لي قوتين عكس بعض. ده غلط خالص يعني. تمام، هو جايب اكنك يعني باصص عليهم من فوق. طيب هنا دي اصلا اشكال مجال كهربي، ده مش مجال مغناطيسي اصلا يا شباب، فهو الاختيار الف عادي على طول. وعلى فكره دي موجوده في الكتاب، يعني ما حدش يقول لك، مش ما حدش يضحك عليك يقول لك دي مش في المنهج، مش دي موجوده في كتاب المدرسه اصلا، موجوده في تقريبا، ممكن تلاقيها في ورقه المفاهيم تقريبا يعني. طيب، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول لي يوضح الشكل مرور تيار كهربي 2 امبير، ماشي، في سلك على هيئه قوس، اللي هو يعني جزء من حلقه، دائره نصف قطرها كذا، ده نص القطر. فان الاتجاه ده برضو تعويض مباشر، يعني السؤال اللي بعديه برضو تاني تعويض مباشر، مفيش اي فكره جديده. الفكره ان الان ديت هتعوض بيها ازاي؟ سيتا على 360، ده اللي هي الان. طب السيتا هتطلع بكام؟ مش هتعوض بال 20 اكيد، هتعوض بالباقي اللي هم ال 340. تقول لي 340 على 360 تطلع معاك 17 على 18. خد الرقم عوض بيه على طول زي ما هو، هتقول ميو 4 باي في 10 سالب 7 في الرقم ده اللي هو ال 17 على 18 في التيار. التيار ب 2 امبير على 2 في نص القطر، هو مدولي بالمتر على طول مش هحول. هتطلع معايا ب 5.9 في 10 سالب 5. وده الاختيار الوحيد اللي فيه بالرقم دوت. عامة لو عوضت التيار هيمشي كده، لو عوضت عن القاعدة يعني، ففعلا هيطلع لي داخل الصفحة. طيب، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول السلكان متوازيان يمر بكل منهما تيار كهربي كما بالشكل، فإن محصلة كثافة الفيض بينهما وعلى بعد 8 سم من السلك الذي يحمل تيارا قيمته 4. 8 سم من السلك ده يعني 2 سم من السلك التاني. هتحسب المحصلة عادي. المحصلة أولا هتكون طرح، وهتعوض في كل واحد فيهم. السلك الأول أو 4، هتقول 2 في 10 سالب 7 في التيار اللي هو 4 على المسافة اللي هي ب 8 سم، يعني هتقول 8 في 10 أس سالب 2. تطلع معايا 1 في 10 أس سالب 5 تسلا. طب السلك التاني هيطلع ب 2 في 10 أس سالب 5 تسلا. طب المحصلة طرح، هتقول 2 ناقص 1 هتطلع لك بواحد. طيب، صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. السؤال اللي بعد كده بيقول لي جلفانومتر ذو ملف متحرك، تدريجه مقسم إلى 10 أقسام، وتلالة القسم الواحد 5 مايكرو، فإن شدة التيار اللازم لكي ينحرف إلى نصف التدريج. أنا ممكن أجيب نهاية التدريج. نهاية التدريج هتبقى بكام؟ هتبقى عدد الأقسام في دلالة القسم. دلالة القسم 5 وهو 10 أقسام، يعني هتبقى ب 50. طب نصف التدريج 25 من غير والله ما أكتب قانون حتى، مش محتاج. طيب، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لي أميتر مقاومته تساوي 50 أوم، دي مقاومة الأميتر. فإن قيمة المقاومة مجزء التيار اللازمة لتقليل حساسية الأميتر إلى الخمس. بسيطة أوي يا عم. هتقول 1/5 هتساوي ار اميتر دي، أنا هعتبرها في القانون زي ار جي كده. يبقى أنا هقول ار اس على ار اميتر اللي هي أكنها ار جي يعني، زائد ار اس. دي بتدي تعمل طرفين في وسطين. هيبقى عندك ار اميتر بتساوي 4 ار اس، يعني ار اس هتساوي ربع الاميتر، يعني 50 على الأربعة بتساوي 12 ونص. طيب، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لي أي مما يلي يزيد من القوى الدافعة الكهربائية المستحثة التي تنتج في ملف في دائرة مغلقة عند تقريب مغناطيس له. طيب،
عاوز يزود القوة الدافعة. تقليل السرعة النسبية غلط، زيادة السرعة النسبية هتزودها فعلا. تقليل عدد اللفات غلط، استخدام وسط نفسية أقل غلط. سؤال مباشر. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لي رسم البيان الذي يوضح العلاقة بين القوة الدافعة ومعدل تغير الفيض. العلاقة طردية على طول. السؤال برضه مباشر مش مستاهل. السؤال اللي بعد كده، في الشكل تم إخراج مغناطيس من الملف اللولبي. ماشي، دي قاعدة لينز. فإن اتجاه التيار خلال الجلفانو ينحرف من A و A والقطب عند الطرف X. أولا ده بيبعد فهنعمل له تجاذب، هنعمل هنا N وهنا S، يبقى الطرف S يبقى سوري الطرف X القطب عنده شمالي. ماشي. المجال رايح كده، يعني التيار في اللفات لأسفل، يعني التيار هينزل كده، يمشي كده كده. التيار رايح من A ل B. يا شباب التيار في اللفات لأسفل بس، يبقى كده بالظبط. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لي في أي اتجاه يجب تحريك السلك لكي يكون اتجاه التيار المستحث كما هو موضح بالشكل. التيار المستحث شكله كده والمجال رايح كده. طيب بإيدك اليمين التيار رايح كده، المجال رايح كده، يبقى السلك هيتحرك لأعلى. بيقول لي عند وضع قالب معدني داخل ملف لولبي ملفوف لفا مزدوجا، قلت لك في الفيديو، وورا تيار كهربي متغير الشدة. التيار الدوامي لا يتم إنتاج طاقة حرارية عشان مفيش تيارات دوامية ومفيش، مش هيحصل حس أصلا. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي محول كهربي مثالي القدرة الكهربية 600 واط عند أحد ملفيه. كده كده هو مثالي، يعني عند الملفين كده كده دي باور اس أو باور بي الاتنين واحد، عشان ده محول مثالي. وفرق الجهد بين طرفي ملف الابتدائي ده في الفي بي، وشدة التيار المار في الملف الثانوي. ماشي ده اي اس. عاوز بقى نوع المحول، وعاوز فرق الجهد عند الملف الثانوي. طب حلو أوي. أنت عندك باور بي بتساوي باور اس، يبقى أنت ممكن تقول لي اي بي في الفي بي اللي هي 180 بتساوي اي اس في الفي اس. حلو كده. حلو. طيب اول حاجه ممكن اجيب الفي اس عن طريق ايه؟ عن طريق قدره ب 600. لو قسمت القدره، يعني اقدر اجيب دوت عن طريق ان اقسم القدره على الايه؟ على التيار في الملف الثانوي. 600 على 4 طبعا هتطلع لي ب 150، يبقى جهد الثانوي يطلع ب 150 بس. ده هو مش عاوز التيار اصلا في الابتدائي، انا افتكرت عاوزه. طيب التيار هيطلع الجهد هيطلع ب 50 عند الثانوي، ب 150 يا ربي، فكده محول خافض، خافض للجهد. طيب السؤال اللي بعد كده، محول خافض للجهد كفاءته 70%، يستخدم لتشغيل مصباح فرق الجهد بين او فرق جهده يساوي 22 بدل في اس، عشان الجهاز دايما بتوصل في الثانوي. باستخدام مصدر تيار متردد فرق الجهد، يبقى ده كده الفي بي. ماشي. إذا كان عدد لفات الملف الثانوي يساوي 350 على طول بقى الإيتا بتساوي، عندك في اس على في بي ان بي على ان اس في 100. الإيتا ب 70%. طبعا احنا بنضرب في 100، بس أنا بقسم على ديت على طول، فبدل ما أكتب 70% بكتب 7 من 10 بتساوي. هو قال لي عدد لفات الثانوي ب 350، الفي بي ب 220، الفي اس بكام؟ ب 22. دول على بعض يديني 1/10. طبعا هو هنا عاوز ال ان بي. طيب 1/10 يعني 10 في 350 تديني 3500. هاخد ال 3500 دول اوديهم الناحية دي يتضربوا في 7 من 10. 3500 في 7 من 10 تديني 2450. بس كده يا معلم. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لي يثبت سلك الأميتر الحراري على صفيحة معدنية لها نفس معاملة التمدد الحراري. كنا بنعالج بالكلام دوت الخطأ الصفري للتخلص من الخطأ الصفري. السؤال اللي بعد كده بيقول لي دائرة مهتزة تتكون من مكثف سعته سي ملي فراد وملف حثه الذاتي ال هنري. هذه الدائرة تستقبل موجة 600 كيلو هرتز، ده اف كده بتاع الرنين. إذا استخدم ملف آخر حثه الذاتي 2 ال ومكثف آخر سعته 2. بص بقى أنت تشتغل بالعلاقة على طول وتشغل دماغك من غير ما تقعد تحسب وتتعب نفسك.
تتناسب مع جذر ال على س. زودنا ده للضعف وزودنا ده للضعف يبقى 4 أمثال. جذر الأربعة يطلع لك بره 2. لما ده يزيد للضعف يبقى ده هيقل للنص على طول. كان ب 600 هيبقى ب 300 وخلصت. السؤال اللي بعد كده بيقول لي يمثل الشكل المقابل دائرة في حالة رنين. هو اللي قال في حالة رنين. عند سحب القلب الحديدي من داخل الملف ايه اللي هيحصل؟ لما بسحب القلب معامل الحس الذاتي هيقل. الاكس ال كده هتقل. ده معناه ايه اللي هيحصل؟ المعوقة هتزيد. لان انت في حالة الرنين المعوقة بتكون اقل ما يمكن. فمعنى ان انت خرجت عن حالة الرنين يبقى المعوقة زادت. اصلا كنت حتى من غير ما تحسب ان ال هتزيد ولا تقل ولا هتزيد ولا اي حاجة، طالما انت خرجت من حالة الرنين المعوقة هتزيد. سواء انت قللت الاكس ال او كنت زودتها. يعني لو كان الملف ما فيهوش معامل ملوش قلب ودخلت له قلب، يعني السؤال كان معكوس، كانت برضو المعوقة هتزيد. بس هو بيسأل على قارة الأمير الحراري طبعا، فقارة الأمير الحراري هتقل. طيب بيقول النسبة بين سرعة فوتون الضوء الأزرق في الفراغ إلى سرعة فوتون الضوء الأحمر تساوي الواحد الصحيح، لأن الفوتونات الكهرومغناطيسية بتمشي بسرعة الضوء 3 في 10 أس 8. بيقول عند تصادم فوتون أشعة جاما مع إلكترون حر فهي الاختيارات الثلاث صحيح. قلت لك الفوتون كل حاجة عنده بتقل إلا الطول الموجي بيزيد. هو سألنا على حاجة غير الطول الموجي يبقى هتقل. طبعا تزيد غلط. قلت لك الالكترون كل حاجه عنده بتزيد الا الطول الموجي بيقل. هو بقى بيسالني على الطول الموجي يبقى بيقل. يبقى تقل. طيب السؤال اللي بعد كده قال الاشكال البيانيه الاتيه توضح منحنيات الاشعاع الصادر من جسمين اسودين اكس وواي اذا علمت ان درجه حراره اكس اكبر من درجه حراره واي. هنا جايب لي واي اكبر غلط. واي اكبر غلط. يا اما ب يا اما ج، وج هو سوري ب هو الشكل الصحيح. لان المفترض يبقوا بادين تقريبا دايما من عند نفس الحته كده زي ما كنت بقعد ارسم لك في المنحنى. طيب النقطة اللي بعد كده بيقول لي يمثل الشكل المقابل موجة موقوفة مصاحبة لإلكترون يدور حول نواة ذرة الهيدروجين في مدار معين، فإن نصف قطر المدار الذي يدور فيه 2 باي ار بتساوي ان لامدا. محتاج أعرف ال n. عد الموجات الموقوفة. تعالى من أول هنا كده وعد. أدي موجة، أدي 2، أدي 3. يبقى أنت كده في المستوى التالت. يبقى أنت هتقول لي الار هتساوي، هتودي ال 2 باي الناحية التانية. هنا في 3 لامدا على 2 باي. 3 لامدا على 2 باي اللي هو الاختيار ألف. السؤال اللي بعد كده بيقول لي الخاصية المشتركة بين فوتونات الأشعة السينية المميزة واحد واتنين أن لها مش نفس الطاقة طبعا، لأن هي عند طولين موجيين مختلفين. فأكيد مش نفس الطاقة ولا نفس التردد ولا لا نفس السرعة صح. نفس السرعة صح. نفس الشدة غلط. عشان بص ده شدته بس قد إيه وده شدته قد إيه تحتيه. في اختلاف. طيب بيقول لي عدد الفوتونات المترابطة المنبعثة من ذرات النيون في ليزر الهيليوم نيون يزداد بتأثير مين؟ نقص التفريغ الكهربي. غلط. نقص نسبة الهيليوم عن الهيدروجين. برضو غلط. الانعكاسات المتتالية هو عاوزه يزداد صح؟ عاوزه يزداد. نقص نسبة النيون. غلط برضه. هي الانعكاسات المتتالية ده باينة أوي يعني. يمكن باستخدام الليزر تكوين صورة ثلاثية الأبعاد اللي هو تصوير المجسم أو الهولوجرام، لأن فوتونات الليزر مترابطة. قلتلك مليون مرة وجت في امتحان أهو من شوية برضه لما كنا بنحل. بيقول لي تمثل الأشكال التالية مستويات الطاقة لذرة أي منها يمثل انبعاث مستحث باينة أوي اللي هو الشكل واحد. طلع فوتونين. الإلكترون نزل من مستوى أعلى لمستوى أقل وطلع منه فوتونين. تمام. ده حصل له إثارة. دي اسمها إثارة في الشكل 2 غلط. ده ده انبعاث تلقائي اللي هو الشكل 3. ومفيش حاجة اسمها ان انت تطلع وتطلع فوتون. دي غلط اصلا علميا يعني. شكل واحد ولا صح. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي الشكل الذي امامك دائرة كهربية لبوابة منطقية. الاختيارات التالية. بص انت يا اما بتعمل جدول في الاسئلة اللي زي دي. ده الخارج وعندك داخلين A و B. يا اما بتعمل جدول وتجرب يا اما بتجرب الاختيارات. الاثنين واحد براحتك يعني. بس انا بفضل تعمل جدول الاول. طيب انت هتجرب تحط الداخلين بصفر. لو الداخلين بصفر يعني المفتاحين مفتوحين. الخارجي كان بايه؟ بواحد. التيار هيمشي كده عادي والمصباح هينور. طيب لو ده بواحد وده بصفر. ركز معايا. ده بواحد وده بصفر برضو التيار مش هيمشي في الفرع اللي تحت وهيعدي هنا عادي وهينور برضو. يبقى الخارجي كان بواحد. طب لو ده بصفر وده بواحد هي الخارجي هيبقى بواحد. طب لو الاتنين بوحايد
لو الاتنين بوحيد يا مستر، ساعتها المصباح هيطفي، الخارج هيبقى بصفر. تمام. يبقى دي يا مستر ايه بقى؟ تعال نجرب. دي خلي بالك، دي بوابه اند عليها عاكس، لان دي عكس الاند بالظبط. تمام. هي هتبقى الاختيار ج. ليه بقى؟ لان بص، في الحاله الاولى اند كانت هتطلع لك صفر، وده هيطلع لك واحد، يبقى كده اول واحده صح. الثانيه اند برضه هتطلع لك صفر والنوت هتطلع لك واحد. الحاله الثالثه الصفر وواحد برضه اند هتطلع لك صفر والنوت هتطلع لك واحد. اخر واحده لما تدخل واحد واحد على اند هتطلع لك واحد، ساعتها النوت هتطلع لك صفر، ففعلا الاختيار ج هو الصحيح. طيب السؤال اللي بعد كده، السؤال ده اتكرر في كذا نموذج نخلي بالنا منه وقلناه في الشرح برضه. بيقول لي اي الاشكال التاليه يوضح التوصيل العكسي لوصله دايود. توصيل عكسي يعني التيار يمشي عكس السهم. طيب التيار بيمشي من الجهد الاعلى للاقل، كل ما الرقم بيزيد في السالب يبقى الجهد قل. يعني التيار بيمشي كده، ده كده امامي غلط. هنا التيار هيمشي كده برضه غلط عشان امامي. هنا التيار هيمشي كده يبقى ده عكسي، الاختيار جيم ولا صح. اخر واحد هيمشي كده امامي غلط. بيقول لي اذا كان الترانزستور ان بي ان متصلا بالجهد الموجب. اه اذا كانت قاعده الترانزستور ماشي ان بي ان، يعني القاعده بلوره بي متوصله بالجهد الموجب، يعني ده توصيل امامي، يعني يعمل كمفتاح مغلق في الوضع التشغيل. الداخل مرتفع والخارج منخفض. الخارج مش مرتفع، احنا قلناها كمان في الشرح بالتفصيل يعني. طيب الخارج منخفض ويعمل الترانزستور كمفتاح تشغيل عادي اللي هو مفتاح مغلق. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي اي الاشكال التاليه لديه اعلى مقاومه لمرور التيار. هدور على وصله متوصله عكسي. اولا لو بلوره لوحدها عادي مش هتقاوم التيار، التيار هيمشي عادي جدا. فانا عندي وصلتين ثنائيتين، في الامامي بيبقى ليها مقاومه برضه عشان لازم اتغلب على الجهد الحاجز، انما في العكسي بتبقى مقاومتها اكبر ما يمكن لان مش بيمشي تيار خالص. فانا هدور على البلوره العكسي اللي هي الاختيار بي، القطب الموجب متوصل بالبلوره السالب، فده كده توصيل عكسي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي في الدائره بالشكل ماذا يحدث لقراءه الفولتميتر عند تحريك الزالق من 2 الى 1. الزالق لما يتحرك كده يبقى هنا كده، التيار الاول كان بيجي يمشي كده، يمشي شويه كده وينزل في نص المقاومه ويكمل. دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ التيار هينزل ياخد المقاومه كلها معاه، يبقى كده انت زودت المقاومه المكافئه للدايره، يعني التيار الكلي قل. قراءه الفولتميتر هتضطر تودينا الناحيه التانيه على البطاريه كالعاده، يعني عدنا الشكل ده مليون مره قبل كده في حياتنا. فهيساوي في باتري ناقص اي في ار. السالب بيخلي العلاقه عكسيه، احنا قلنا التيار بيقل يبقى الفي هتزيد، قراءه الفولتميتر تزداد. طيب احنا قلنا هو بيسالني على قيمه المقاومه، احنا قلنا المقاومه هتزداد طبعا، الاختيار ده اللي هو الصحيح. طيب بيقول لي اذا كان التيار المار بالمقاومه 10 اوم يساوي 2 امبير. هنا ماشي 2 امبير، طب يعني فرق جهد ب 20. بيقول لي هات لي شده التيار المار في المقاومه 4 والمقاومه 2. طب خلاص ما انت معاك الجهد، هتقول 4 20 على 4 تديك 5، يبقى المقاومه 4 ماشي فيها 5، مفيش غير الاختيار الف. وطبعا هنا هتقول 20 على 2 هتديك 10، يبقى فعلا 5 و10. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي يوضح الشكل السلك من النحاس يمر به تيار كهربي مستمر يكون الاتجاه الذي يتحرك اليه السلك. بيسأل على اف ام اكيد، ما هو ماشي فيه تيار ومحطوط في مجال يبقى بيسأل على القوه. طيب المجال رايح كده بايدك الشمال، المجال لو رايح كده والتيار لاسفل يبقى القوه هتبقى ايه؟ الى داخل الصفحه. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ملف لولبي طوله نص متر وعدد لفاته 400 لفه. ده كده انا بكتب 400 ليه؟ المفترض اكتب ان. ماشي. ومساحة مقطعه ماشي دي المساحة. يحمل تيارا كهربائيا شدته ادي الاي. علما بأن نفاذية الهواء بكذا، دي كده البي، سوري الميو يا ربي. لأن كثافة الفيض ده تعويض مباشر، كثافة الفيض يا مستر هو مديني المساحة عادي يعني، ما مديها كده في السؤال وخلاص عشان ما تقعدش تسأل نفسك يعني. هتقول 4 باي في 10 أس سالب 7 في ال N اللي هي ب400 في ال I اللي هي ب2 على الطول اللي هو بنص، تطلع معاك 2 في 10 أس سالب 3. السؤال اللي بعد كده بيقول لي لف سلك مستقيم على شكل ملف دائري مكون من 4 لفات ومر بيه تيار كهربي اي، فكانت كثافة الفيض بي واحد،
ثم لف السلك مرة أخرى، يعني دي مسألة إعادة لف. البي بتتناسب مع إن تربيع أهو بعيدها لك مليون مرة، وتتناسب مع مقلوب الآر تربيع. لف السلك نفسه مرة أخرى على شكل لفة واحدة، يعني عدد اللفات قل للربع، كان بأربعة بقى بواحد، يبقى كثافة الفيض هتقل الواحد على 16. أهو تقول لي بي واحد على بي اتنين، هو عاوز النسبة ما بين بي واحد على بي اتنين، إن واحد تربيع على إن اتنين تربيع. إن واحد تربيع بإيه؟ ب 16 إن تربيع بقى، في الحالة الجديدة بإن تربيع على طول. دي هتشيل دي عشان هي كانت بواحد، يعني أنت هتقول 16 على واحد يعني وقال لي 16 لفة، وكده كده معوض لي عنه، مش هكتب إن أصلا، يعني مش هكتب إن، أنا كده كده هكتب 16 على واحد على طول، 4 تربيع على 1 تربيع. طيب عاوز النسبة بي واحد على بي اتنين، يعني 16 إلى واحد. سؤال بسيط جدا. السؤال اللي بعد كده بيقول لي دور الاسطوانة المشقوقة إلى نصفين معزولين في المحرك، تجعل المحرك يدور في اتجاه موحد. بص بقى، ثانية، ده هو كاتب في المحرك عكس اتجاه التيار في كل نصف. بص بيقول لي إيه؟ السؤال ده لذيذ. تحويل التيار المستمر إلى تيار متردد غلط. تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر، ده الكلام ده في الدينامو غلط، ده الكلام ده في الدينامو. هو بيقول لي المحرك انتاج تيار، هي مش المحرك مش بينتج تيار اصلا، ده هو اصلا عنده بطاريه بتطلع على طول تيار. يبقى عكس اتجاه التيار في كل نصف دوره، هي لما بتعكس اتجاه التيار بتجعل المحرك يدور في نفس الاتجاه، لان لو التيار ما كانش بيتعكس كان ساعتها المحرك هيفضل يدور في اتجاهين متضادين، كل نص دوره كان هيدور في اتجاه معاكس. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ملف لولبي معامل حثه الذاتي ال، تم تقسيمه الى ملفين متماثلين، إذا تم إبعاد اللفات في كل ملف لاستعادة الطول الأصلي مع ثبات مساحة وجه الملف. لا ثانية، ال L بتساوي إيه؟ ميو إن تربيع A على L، دي ثابتة، وهو اللي مع ثبات مساحة الوجه. قال لي أنا برجع الطول للطول الأصلي تاني، بيفضل ثابت، يبقى عدد اللفات قل للنص. لما يقل للنص تربيع النص ربع، يبقى معامل الحث هيقل للربع يا مستر. مش زي المسألة بتاعت مش زي السؤال اللي كان بيجي من شوية، النموذج بتاع من شوية اللي حليناه، كنا بنقول ان ال في في حوار القص دوت بتتناسب مع ان في ان على ال، اللي هي ان تربيع ال. كنت بقول لك دول على بعض في القص ثابتين، اللي هو عدد اللفات لوحده الاطوال، فساعتها بيطلع عندك ان ال بتتناسب مع الان على طول، ده في القص. انما قلت لك خلي بالك في مسائل بيقول لي اعاده الطول زي ما كان، زي المساله دي بالظبط كده، اللي هي مساله 39 او السؤال 39، لما ثبت الطول ساعتها بقى عادي ال هتفضل تتناسب مع ان تربيع زي ما هي عادي جدا. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي وضح المخطط المقابل جزء من جهازين لقياس التيار الكهربي بنوعيه. بنوعيه يعني التيار المتردد والمستمر. بيقول اي الاختيارات التاليه يمثل سبب توقف المؤشرين عند قراءه معينه. هو مين فيهم اصلا الاميتر الحراري ومين فيهم الاميتر ذو الملف المتحرك؟ باين قوي ده تدريب غير منتظم، اللي هو ايه؟ ايه دوت حراري، وده متحرك ذو ملف متحرك. طيب بيقول لي الشكل ايه؟ الشكل ايه اللي هو الاميتر الحراري تساوي معدل اكتساب كميه الحراره مع معدل فقد، دي صح ايوه. ماشي. بص بقى قال لي ايه، في جيم قال لي معدل هنا اكبر من الفقد، وهنا قال لي اكبر من الفقد غلط. لو اكبر من الفقد يعني هتمدد اكتر مش هيثبت عند القراءه، هي تساوي دي اللي هي الثبات عند القراءه. طب الناحيه الثانيه كان بيتساوي عزم اللي مع عزم الازدواج. طيب تساوي عزم الازدواج المؤثر مع عزم اللي صح، يبقى الاختيار الف هو اللي صح. اللي تحتيه بيقول لي تساوي عزم اللي، او سوري بيقول لي عزم الازدواج اكبر من عزم اللي غلط. السؤال اللي بعد كده بيقول لي في الشكل قيمه ال 3 تساوي قد ايه؟ طيب انا معايا تيار قيمه فعاله، معايا جهد، معايا تردد. طيب انا عاوز ال هروح اجيبها الاول من ال توتال، والال توتال ده مش محتاج اجيبها غير من اكس ال توتال، والاكس ال توتال بتساوي في توتال على اي توتال، لسه حالين واحده زيها برضو في النموذج من شويه. هتقسم الجهد الكلي اللي هو ب 200 على التيار الكلي اللي هو ب 2 من 10، يطلع لك 1000، 1000 اوم. دي كده الاكس ال. بعد كده تروح تقسمها على 2 باي اف، ادي ال 1000 هتتقسم على ايه؟ الاف بكام؟ ب 50 على باي. دي هتشيل دي، سوري الباي هتشيل الباي مش هتشيل الاثنين. 2 في 50 ب 100، 100 تشيل لك صفرين يبقى لك 10، يبقى ال داش بتساوي 10 هنري. طيب دول مع بعض بكام؟ دول ب 50
في 100 على 50 زائد 100 يطلع لك ب 100 على التلاتة. يبقى انت اكنك بتقول لي اهو ال داش اللي هي ب 10 بتساوي ايه؟ 100 على التلاتة من ال 3 على 100 على التلاتة زائد ال 3. ممكن تعملها شيفت سولف على الآلة على طول. ادي ال 10 تعمل الفا على كلمة سولف كده او على كلمة كالك ديت اللي هي بتساوي، وتقوم عامل 100 على 3 الفا اكس، وتحت تقول 100 على 3 زائد وتقوم عامل ايه؟ الفا اكس، وتبقى كده تقوم قايل شيفت سولف. او ممكن تحلها عادي كما عادي طرفين فساتين هتطلع معاك برضه تمام. المهم انا عملتها طلعت معايا 14 و29% اللي هي الاختيار ده. كنت ممكن برضه تعملها طرفين فساتين وهتطلع معاك. طيب السؤال اللي بعد كده، السؤال ده لذيذ واكدنا عليه ان هو مش لازم دايما يطلب منك الزاويه وتجيبها له بتان سيتا، ممكن تجيبها له بكوساين وبساين. بيقول لي في الدائره او في الشكل دائره مكونه من مصدر تيار متردد ومقاومه ومكثف موصلين على التوالي، فان طيب بيسالني الاول بص الزاويه دي كده، لو انت جبت تاني الزاويه ديت يبقى انت جبت ايه؟ جبت الزاويه ما بين الجهد الكلي والتيار الكلي اللي هو ايه؟ الزاويه ما بين ال ثانيه. ماشي احنا ممكن نجيب تاني الزاويه دي عن طريق ايه؟ تان سيتا. او لو قفلنا مثلث كده، لو انا عملت تاني الزاويه دي اهو، تان سيتا بتساوي ايه؟ سالب في سي على في ار، او اكس سي، او سالب اكس سي على اكس ار، او سوري على ار على طول، ايه اكس ار اللي انا اخترعتها دي. طيب هقول شيفت تان 60، او سوري ايه شيفت تان يا رب، تان 60 على طول تطلع معايا بجذر 3. في الاختيارات في سي على ار مش طالع لي بجذر 3، طالع لي بواحد على جذر 2 او جذر 2 على 1. يبقى هو مش عاوز الفي سي على ار، هو عاوزها زد على الار بقى. طب واحده واحده، لو انا عندي مثلث كده بشرحها تاني اهو يا شباب، شرحتها قبل كده وبشرحها لكم تاني. مثلث قائم اهوت وعندي زاويه هنا سيتا. طيب لو جبت ساين السيتا بتساوي ايه؟ مقابل على الوتر اللي هو الضلع دوت على الضلع دوت الكبير ده اللي هو الوتر. طب لو جبت كوزين الزاويه، مجاور على وتر اللي هو الضلع ده مجاور للزاويه على الوتر. اخر واحده التان اللي هي المقابل على المجاور، دي اللي احنا بنعملها على طول. اللي احنا بنعمل ايه؟ بنجيب المقابل اللي هو مين؟ المقابل اللي هو الضلع ده على المجاور اللي هو ده. فاحنا الضلع ده مقابل لمين؟ مقابل للفي سي، فاكن المقابل بتاعنا هو الفي سي اصلا اللي هو في قفانا بس. فلو انت جيت تجرب بالكوزين ممكن تعملها بالكوزين. ممكن تقول ايه؟ ممكن تقول هو عاوزها بدلاله الزد والار. الزد ده اللي هو التوتال اللي هو الوتر بالنسبه لي في الرسمه، الزد ده هو الوتر اللي هو عند الفي توتال، والار هي المجاور. فخلاص فانا ممكن اقول ايه؟ كوزين الزاويه، حاجه بتربط ما بين المجاور والوتر اللي هي ايه؟ كوزين الزاويه المجاور على الوتر اللي هو ار على زد. هو بقى مديني زد على الار، فخلاص هشوف كوزين السيتا. كوزين 60 هتديني كام؟ نص. يبقى ار على زد بتساوي نص. يبقى زد على الار بتساوي ايه؟ 2 الى 1 اللي هو الاختيار الف. تاخد بالك حلتها لك برضو في الفيديو بتاع اهم الاسئله. طيب بيقول لي المجهر الالكتروني يمتاز بقوه تحليليه عاليه، وهذا يرجع المجهر الالكتروني بيشتغل بعلاقه دي براولي، لامدا اي بتساوي اتش على ام الكترون في الفي. قوته التحليليه عاليه بسبب ان احنا بنزود فرق الجهد في المجهر دوت، فبنسرع الالكترونات جامد بنعجلها، بالتالي الاطوال الموجيه بتقل، فبتقدر تحلل الحاجه وتكبرها يجي مليون مره. طيب بيقول لي لان لامتلاك الالكترونات طاقه حركه عاليه عشان السرعه عاليه. ماشي، وطول موجي قصير. بيقول لي يمثل الشكل عده انتقالات للالكترونات في ذره الهيدروجين. اي هذه الانتقالات له طول موجي اقل طول موجي يعني اعلى طاقه. اعلى طاقه اللي هو الانتقال ايه؟ باين قوي سلسله ليمان. طيب السؤال اللي بعد كده مقالي. بيقول لي ملفان متجاوران، عدد لفات الملف الثانوي 500 لفه، وعدد ماشي ده الثانوي. فإذا مر تيار في الابتدائي يساوي 10
نتج عنه فيض مغناطيسي يساوي كذا، ده الفيض في الثانوي. احسب القوة الدافعة. طب ماشي، انا القوة الدافعة ممكن اعملها ازاي؟ اول حاجة الاي ام اف بتساوي ايه؟ هو بيقول لي احسب القوة الدافعة المستحثة في الملف الثانوي عندما يتلاشى التيار من الملف الابتدائي في 2 من 10 ثانية. ركز معايا، ده الدلتا تي بتاع تلاشي التيار. في معلومة بقى انت المفترض تكتبها له، تقول له بما ان الزمن اهو، بما ان الاي ام اف اتولد في الثانوي بتساوي سالب ان 2 دلتا فاي 2 على دلتا تي بتساوي سالب ام دلتا اي 1 على الدلتا تي، تقول لي بما ان الزمن اللي بيتلاشى فيه التيار هو الزمن اللي اتولد فيه الفيض، فخلاص هعوض بيها هنا في القانون دوت وتطلع معايا الاي ام اف. بعد كده تقدر برضو تعوض بالاي ام اف بقى اللي تجيبها، تعوض بيها هنا تجيب الام. تعال الاول نجيب الاي ام اف. هنقول سالب ان دلتا فاي على دلتا تي. طيب سالب الان بكام؟ ب 500 في دلتا فاي اللي هي ب 4.2 في 10 اس سالب 4 دلتا تي ب 2 من 10. تطلع معاك الاي ام اف بسالب 1.05 فولت. تمام. بس ثانيه بقى نركز، هو قال لي يتلاشى التيار يعني هتولد اي ام اف طرديه المفترض. طالما التيار هيتلاشى يعني هتولد اي ام اف طرديه، يبقى مش تبقى بالسالب، هقول له هتبقى موجبه وزود له دي من عندك، تقول له الاي ام اف هتبقى موجبه لان التيار يتلاشى، اذا تتولد اي ام اف طرديه. طيب بعد كده عاوز تحسب الام يا مستر، انا عارف ان هو بيساوي اي ام اف دلتا تي على الدلتا اي. بس هتاخد الاي ام اف اللي طلعت لك وتضربها في الدلتا تي، تقسمها على الدلتا اي اللي هي ب 10، تطلع معاك بواحد وعشرين من مية هنري او 21 ملي هنري. لازم تكتب له وحدات قياس يا شباب، مقالي لازم يتكتب فيه وحدات قياس. طيب ادي السؤال لو عاوز تاخده سكرين شوت يعني. السؤال اللي بعد كده بيقول لي تم صنع اوميتر عن طريق توصيل بطارية 8 فولت على التوالي مع مقاومة وملي اميتر بحيث ينحرف مؤشره الى اقصى التدريج، اقصى التدريج بدل اي جي. اوجد قيمة المقاومة المجهولة لكي ينحرف الى ربع التدريج. هتقول له نفس الليلة اللي بنكررها كل مرة، اظن زهقنا منه. اي جزء على اي جي، هو قال ان هو بيساوي ربع، وهو بيساوي ار اوميتر على ار اكس زائد ار اوميتر. طب انا مش معايا ار اوميتر، خلاص ار اوميتر يا مستر انا عارف ان هي بتساوي في باتري على الاي جي بتساوي 8 على 4 في 10 اس سالب 3. دي على ده فيها الاتنين، ال 10 اس 3 هتطلع فوق هتبقى 2 كيلو اوم، وترجع تعوض هنا تعمل طرفين في وسطين. هتطلع معاك في النهايه لما توصل له في النهايه هتقول له ايه ار اكس كده، هتطلع معاك ب 3 ار اوميتر، يعني هتساوي 6000 اوم. دي ب 2 يبقى 3 في 2 ب 6. وبس كده يا معلم. الحمد لله رب العالمين، تم الانتهاء من الاختبار رقم 4. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.